يلا نعمل اجمل واحلى طاجن ام علي كده وبكل سهوله كده تعملي الجمال اللي انت شايفاه ده. طبعا لو شارين بقى الرقاق الناشف فبيتكسر مننا كده شويه كده، بنبدا بقى نعمل بيهم طاجن ام علي كده بالجمال اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله بكل سهوله كده هنعمله. طبعا اي رقاق عندك بقى متكسر اي حاجه هتبداي ان انت تستخدميه بقى في الطاجن الجميل ده بكل سهوله كده. لو عجبك الفيديو خشي كده وتابعيني على قناتي سفرة ست البيت. يلا نبدأ بقى نسمي الله ونبدأ كده نقول لكم بقى هنعمل ايه. طبعا زي ما انتم شايفين معايا كده اللي هو الرقاق الناشف ده، عملت منه بقى صينيه واتبقى معايا كده رقاق كده متكسر كده او رقاق سليم. اي حاجه متوفره معاكي مش مشكله اشتغلي بيه. طبعا احنا عارفين ان هو بيتعمل مثلا من الكرواسون او من عجينه المنفي، بس احنا بنعمله بالرقاق او الجلاش. فطبعا هو بيتعمل يعني ام علي بتتعمل من كذا حاجه. فالرقاق بصراحة أنا ببدأ أعمله كده بيبقى جميل جدا. طبعا الرقاق كده جبت كده معلقة من السمنة البلدي سيحتها وبدأت إن أنا بالفرشة ببدأ إن أنا أوزع كده على الرقاق. بجد بقى بتديله طعم جميل جدا. وأهم حاجة تكون السمنة بلدي يعني. لو شوية كده من وش اللبن سيحتيهم وعملتي سمنة بلدي منهم بيكون مديله طعم جميل جدا وريحة بقى ما اقولكيش على الريحة وعلى الطعم يعني. وطبعا احنا بنعمل بقى حاجة تغذيهم كده، فبنكون بنحط له بقى سمنة بلدي. هو مش بياخد سمنة كتير ولا حاجة يعني، بالظبط كده هي دي كانت معلقة على الطاجن اللي انا عملته، على كمية الرقاق يعني اللي انا عملتها ديت. بصراحة كانت جميلة جدا. اهم حاجة بقى حطوا لي اللايك الحلو بتاعكم كده عشان يرفع لي كده الفيديو. طبعا دلوقتي هبدأ ان انا احطه بقى في الفرن تحت الشوايه. يعني انا هحطه تحت الشوايه وهبدأ ان انا اقلب بقى بالرقاق كده لغايه ما ياخد معايا اللون. ما تسيبوهوش يعني، انا زي ما انتم شايفين كده بدأ اخد معايا اللون اهو بسرعه. اهم حاجه ما تسيبيش الفرن، يعني انا حطيته تحت الشوايه ولعت الشوايه وبدأت تسيبها الفرن باب الفرن مفتوح عشان اقلب فيه كل شويه. وما خليش لو سبتيه بصي يعني مش عارفه اقول لك ايه، لحظه كده بيكون الرقاقه بتتحرق منك، فخلي بالك عشان خاطر ما تتحرقش منك. بدات اللي انا اقلب فيه كده في الفرن تحت الشوايه لغايه ما اخد اللون اللي انا عايزاه. بدات اكسره كده ما تكسرهوش قوي زي ما انا بكسره كده. خدي بقى الكميه على قد الطاجن اللي انت هتشتغلي فيه. ممكن تعملي طاجن صغيره كتير، وممكن تعملي طاجن واحد على حسب يعني ما انت عايزه تعملي قد ايه. انا بس حبيت اوريكم الفكره، طاجن واحد كده صغير وبعد كده اشتغلي زي ما قلت لك بقى براحتك خالص يعني. طبعا دلوقتي كده اخدت بقى الكميه قد نص الطاجن كده من الرقاق. طبعا معايا شويه بقى من قشطه وش اللبن، بصراحه كانت جميله جدا بقى شويه كده يعني. احنا طبعا لما بنغلي اللبن بنشيله بقى في التلاجة، بيبدا القشطه بقى اللي على وشه دي بناخدها بقى نخليها نعمل بيها طاجن ام علي بقى. تعملي رز بلبن اي حاجه بقى متوفره عندك، تعملي رز معمر اي حاجه. بدات برضو جبت لبن كده قد نص لبن يعني كوبايتين من اللبن. انا حابه يكون في لبن كتير شويه. واللبن بالقشطه بتاعته برضو. وحطيت له كده معلقه من القشطه ومعلقتين كبار من السكر. انا حطيت بصراحه للطاجن اللي انا عملته ده معلقتين من السكر، يعني على حسب الكميه اللي انت هتشتغلي فيها. السكر ده حسب بقى رغبتك وحسب انت ما بتحبي السكر قد ايه. بس ما انصحكيش تكتري سكر، لان لو كترتي فيها سكر ما بتكون يعني بتحسي كده ان انت حاجه مسكره زياده عن اللزوم، فما بتبقاش حلوه خالص. بصراحه معلقتين من السكر كانت مظبوطه جدا. بدات نزلت كده بالكميه اللبن كلها، ونزلت كده بشويه من الزبيب. طبعا كلنا بيكون عندنا كده شويه كده من الزبيب في باب التلاجة. ابداي خدي منه كده شويه اغسليهم بغسله حلوه، وابداي انزلي بقى بالزبيب كده. وشويه بقى من القشطه اللي انا قلت لك عليها والقشطه وش اللبن. هنبدا اول حاجه هندخله الفرن هحطه كده تحت الشوايه لغايه ما يبدا ياخد لون معايا. ولعت الفرن من تحت مش يعني قد 5 دقايق كده او اكتر شويه، يعني حاجه بسيطه 10 دقايق كده او حاجه. بدات طفيت الفرن وخلاص طلعته بقى كده الطاجن معايا جاهز زي ما انت شايفه الجمال ما شاء الله. اخد معايا اللون الحلو ده في دقايق. فانت برضو تخلي بالك عينك عليه، ما تسيبوش ابدا عشان ما يتحرقش معاكي ويبقى شكله هيبقى الشكل وفي نفس الوقت الطعم مش هيبقى حلو. هو بياخد معاكي اللون بسرعه. يا رب النهارده الفيديو يكون عجبكم، وفيديو كده خفيف ولذيذ. يكون عند حسن ظنكم. اهم حاجه حطوا لي بقى اللايك
خشوا كده في قناه سفرة ست البيت وهتلاقوا كده فيديوهات هتعجبكم.